السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه تاعكم مصطفى يوكي. خوتي اليوم راح نتطرقوا لواحد الموضوع ما هضروش عليه بزاف، اللي هو الادخار. كيفاش دير لهم في الفورميلا باللي عندك ادخار ولا ما دير لهمش. الفيديو هذا راكم سقسيتوني عليه بزاف باش نديروا هذا السوجي عليه السيفينغ خوتي. هذا بالنسبه للفورميلا تلحقوا واحد المرحله يسقسيكم فيها، يقول لك هل عندك مدخول من جهه اخرى، وتحتها جيست يقول لك اسكو عندك ادخار، هل عندك ادخار ديكلاريه. هذا يا دوك خوتي نديرو فيه فيديو خفيف ظريف نفهموكم ابيبري وقتاش لازم دير عليك ادخار وقتاش قادر ما ديروش في الفورميلا، يعني ما تسحقش باش تقولهم بلي عندك سيفينغ. تبعوا معنا خوتي، ذكروها لكاش بلاصه هنا شابه شويه نديرو فيها فيديو، قعدوا معنا ما تراطيش خوتي، نسحقكم كاع هنا في الفيديو هذا، تكملوا حتى التالي راح تستفادوا ان شاء الله مليح بالمعلومات اللي راح نمدهم لكم. هكذا خوتي ايا ويو. واش خوتي رانا ولينا لكم في فيديو جديد كيما هضرنا من قبل. نهضروا اليوم ان شاء الله خوتي على السوجي تاع السيفينغ، تاع الادخار اللي سقسيوكم عليهم في الفورميلار. اكو سقسيتوني بزاف سيفينغ. دونك نهضروا على السيفينغ خوتي، وقتاش ديروه وقتاش ما ديروش. دونك نتوما خوتي كي تجيبوا رولفي بونكير، عندك السولد هذاك الفوقاني، شفتوا السولد اللي يبدا من الفوق كاع، لوبيراسيون الاولى كاع هذيك تسيبوا شحال عندكم السولد انيسيال، السولد الاول كاع زعما انت عندك 40 مليون، ومن بعد في هذوك 6 شهور تاع الريفي بدات تدخلك لابي، بدات تصرف من هنايا. دوك الوافر كاع الادخار في هذيك 40 مليون زعما ولا 30 مليون. الا كان عندكم مبلغ كبير، احنا نقولوا بالتقريب خوتي، ما تعتبروش معناتها مبلغ معين، زعما نقولوا فوق 40 مليون، هذيك لازم دير عليها سيفينغ، ديرها بلي ادخار. ودير لازم خوتي الا درتو سيفينغ لازم ديروا رساله توضيحيه، لا اكسبليكاتيف، فهموا في هذاك الادخار منين جاك. معناتها هذيك عباره عن الشهريات اللي كانت تدخلني وكنت نخبي منها شويه وكنت نواسي منها شويه، خاصه خوتي الا كان المبلغ كبير، باريكسون 60 مليون 70 مليون حتى 100 وروح على ذلك، لازم ديروهم ادخار خوتي. باسكو لو كان ما ديروهمش ادخار رايحين تتعرضوا للرفض بطريقه يعني مباشره جدا، سيرتو في الوقت الحالي خوتي، ويسقسيكم يقول لكم باللي ما جيستيفيتوناش هذاك الرصيد الاول اللي كان عندكم. سينو خوتي لا حبيتو ديطايو مليح وحبيتو تفهموهم باللي هذيك هي شهريتك وهذيك هي لابي تاعك، معناتها هذوك الدراهم كنت تلايمهم وكنت تدخر فيهم على حساب شهريتك، قادرين نديروا رولفي تاع عام ديريكت. ولا حبيتي فيتي وحبيت دير رولفي تاع 3 موا ولا 6 موا، انت كي جبت الرولفي لقيت من الفوق في لوبيراسيون هذيك اللي عندك في السولد هذا، كي بديت الرولفي كي بدا الرولفي كان عندك السولد كنت مخبي باغ اكزومبل 40 مليون ولا 50 مليون، ديريكت تروح دير لاتر اكسبليكاتيف وحط لهم قول لهم باللي هذا عباره عن مدخراتي الشهريه اللي كانت تدخلني، ما عندي حتى معناتها فيرسمون كبير حطيته ديريكت ولا معناتها شغل ديريكت، وضح لهم في رساله توضيحيه. هذا هو السيفينغ خوتي. وكاين اللي يقول لك سيفينغ عباره عن كل واحد واش يقول، انا هذه واش نعرف على حسب واش فهمت واش عرفت واش الناس واش ممكن تمد الرولفي واش كانت تدير لهم التوضيح. فهمت ابيبري باللي السيفينغ لازم توضح لهم المصدر تاع الرصيد الاول اللي كان في الرولفي هذاك. الا كان مبلغ كبير ديروا سيفينغ، الا كان تحت 40 مليون تقدر ما ديروا سيفينغ، ديرهم باللي ما عندي حتى دخل اخر وما عنديش مدخرات، راح يفهموا باللي المبلغ هذاك صغير، وراح يفهموا باللي هي هذيك الشهريه تاعك اللي كانت تدخل كانت تلايم ودارت هذاك ولا في رصيد سولد انيسيال وهو اللي بدا به الرولفي. نزيد نقول حاجه خوتي، كاين يقول لك السيفينغ هو عباره عن دو زعما حسابين، دو كونت ايبار وكونت كورون. واش معناتها حساب كونت ايبار؟ هو حساب توفير، معناتها كونت تاع شحيحه تجبد دراهمك تجي تخبيهم فيه، هذوك هما الادخار. والكونت كورون هو الحساب الجاري تاعك. الحساب الجاري واش معناتها؟ معناتها الحساب اللي تخلص فيه، اللي تخلصك فيه الشركه تاعك ولا من تخدم، المبلغ اللي يفرسيو لك فيه، معناتها ماشي تروح تفرسيه بنفسك. كاين يقول لك السيفينغ وقتاش ديرو كي يكون عندك دوزيام كونت ولا هو كونت ايبارن، حساب التوفير، معناتها اللي تخبي دراهمك فيهم، هذا كاين يقول لك دير عليه سيفينغ. وكاين ثاني اللي يقولوا خوتي حاجه ثالثه، سيفينغ النوع الثالث، يقول لك الكونت اورو. كي يكون عندك كونت اورو تقدر دير لهم رولفي تاع عام ودير لهم باللي عندك سيفينغ هو الاورو، المدخرات تاعك كنت تجبد من الشهريه كنت تصرفهم اورو وكنت تخبيهم في الكونت في الحساب تاعك حساب توفير. هذاك يقول لك دير عليه باللي عندك مدخرات، هو يقول لك if you have any income other income، معناتها هل عندك دخل من جهه اخرى، تقول له ايه عندي، وتوضح له باللي عندك الاورو، جبر الفي تاع الاورو
ولازم دير لتر رساله توضيحيه تفهموا في السيفين تاع الاورو باللي تاكل كل شهر تجبد مبلغ من المال تروح تصرفه بالاورو وتخبيه في حساب التوفير تاعك كونت ايبارن دو فيز. هذا النوع الثالث تاع السيفينغ. يتسمى عندكم خوتي ثلاثه انواع تاع السيفينغ. عندك الاول كي يكون عندك حساب واحد عندك غير دينار، ويكون عندك كي تجبد الرولفي تاع 6 شهور. قلنا العمليه الاولى خوتي شوفوا في الرولفي من الفوق كاع تصيبوا هذاك السولد، معناتها الرولفي بالسولد اللي بدا به الرولفي بدا ب 30 مليون وبدا رايح، معناتها تبدا تدخل لك شهريه تحت 30 مليون. تسمى كاع سقسيتوني على السيفينغ. النوع الاول عندك كي تكون عندك في الرولفي من الفوق السولد هذاك يكون مبلغ كبير، لازم تكليكي في الخانه تاع الفورميلار ديروا سيفينغ وتروح دير رساله توضيحيه ديريكت تفهموا في السيفينغ هذاك علاش درتو ادخار، معناتها الهيستوريك القديم تاع الرولفي هذيك شهريتي كانت تدخل وكنت نخبي منها حتى تلايم هذاك المبلغ. لازم هكذا ديروا خاطي. هذا النوع الاول. النوع الثاني كي يكون عندك حسابين في البنك ولا حساب في سي بي وحساب في البنك عادي تقدر ديروا سيفينغ وتقول لهم باللي دير بصح الزوج لي رولفي باسكو عندك دو كونت، دير رولفي تاع زعما كونت كورون حساب الجاري اللي كانت خدمتك تخلصك فيه كانت تدخل لك شهريه اوتوماتيكمون وكنت تجبد منها، والحساب الزوج دير لهم سيفينغ وتكتب لهم باللي عندي حساب التوفير الخاص بي، معناتها كنت دايرو شحيحه نخبي فيها انا نفيرسي فيه ونجبد كيما نحب. باسكو عندك خاوتي كاين نوعين، كونت كورون اللي تدخل فيه الشهريه هذاك ما تقدرش تفيرسي فيه باسكو هذاك كونت سالاري، هذاك كونت دايرينو سبيسيال الناس باش يخلصوا به الخدامين، ما تقدرش تخبي فيه ولا تروح تفيرسي فيه، هذاك تجبد منه برك، هذا ما كان تجبد منه وتخبي شويه من الشهريه. والكونت ايبارن حساب التوفير هذاك تقدر نتايا دراهم اللي حبيتهم تروح تخبيهم فيك، شغل شحيحه تخبي فيه تدخل فيه دراهمك، هذاك تقدر دير عليه ثاني سيفينغ الا كان عندك دو رولفي. وقلنا ثانيك الحاله الثالثه باختصار، الحاله الثالثه قلنا سيفينغ تاع الاورو تاع الدوفيز. الا كنت تخرج بالدينار كنت تجبد شهريتك وتخبي الاورو وحبيت تدفع كونت اورو لازم عليك ديرهم سيفينغ هذوك الاورو ودير رساله توضيحيه تفهمهم باللي انا الشهريه تاعي كانت تدخلني وكنت نجبد شويه منها ونروح نصرفهم اورو ونخبي في الحساب التوفير تاعي دوفيز كونت ايبارن دوفيز. هذه هي خاوتي يتسمى سيفينغ. باش نديروا خلاصه فيه ثلاث انواع كما هضرنا. النوع الاول كي يكون عندك دو كونت النوع الاول استغفر الله كي يكون عندك السولد الرصيد الاول اللي يبدا به الرولفي يكون اول عمليه يكون عندك مبلغ كبير نقولوا فوق 40 مليون لازم ديروا سيفينغ، وإلا كان تحت 40 مليون 30 مليون 25 مليون ثم تقدر ما ديرش سيفينغ وما تقولهم ما عندي لا مدخرات اخرى لا سيفينغ، جزء عادي ديريكت ديرهم نو ديريكت ما كاش. والنوع الثاني كما قلنا باختصار يكونوا عندك دو كونت دير لهم سيفينغ على كونت واحد اللي كنت تخبي فيه دراهمك. والنوع الثالث كي يكون عندك الاورو تكون تفيرسي فيه بشويه تجبد الكونت تاع الاورو تقول لهم بلي عندي سيفينغ ودير كونت اورو تعاون به ودير رساله توضيحيه. هذا هو خاوتي المفهوم تاع السيفينغ بصفه عامه. ونفهم خاوتي ثاني انت كي تكون عندك 5 سنين زعما خدمه ولا 6 سنين ودير لهم رولفي واحد تاع دينار ودير لهم باللي الرصيد الاول هذاك زعما عندك فيه 20 مليون انت عندك 5 سنين ولا 6 سنين وما دافع لهم لا كارت غريز لا والو، يقول لك تا 5 سنين كومبلي عندك السولت انيسيال هذاك يبدا ب 20 مليون، معناتها وين كنت دراهمك الاخرين وين راحوا؟ تسمى راهي توسوسوا لك لازم دير رساله توضيحيه ولا لازم دير لهم كاش كارت غريز ولا تفهمهم باللي هذيك 5 سنين كاع علاش لايمت هذاك المبلغ برك عندك غير هذاك المبلغ. يقول لك تا في 5 سنين كومبلي عندك 20 مليون وانت داير لهم ماك جاي تصرف 15 مليون هنا تخلي لهم غير 5 ملايين، يقول لك ما قنعتناش ماكش قادر باش تجي تمول مصاريف الرحله تاعك. هذا هو السيفينغ خاوتي. عطينا يعني مفهوم خفيف عن الناس اللي ما كانش تفهم معناتها ادخار وراو جاي في هذا السيفينغ يسقسيوكم عليه في الرولفي كي تكون تعمر في الرولفي، وهذا حساس خاوتي هذا سيتو في الوقت الحالي راهم ياكدوا عليه بزاف. انا عطيتكم ابيبري مفهوم تاع السيفينغ، ولا كاش رانا غالطين ولا كاش ما نسينا حاجه فكرونا فيها في لي كومونتير خاوتي. لحقنا لنهايه الفيديو باختصار. كاش حاجه ولا خاوتي كاش ما حبيتوا موضوع نتكلموا فيه شفتوه باللي راهو حساس والناس كاع راهي تحاول تفهم عليه خلونا في لي كومونتير ونفيدوا خوتنا بالمعلومات اللي نعرفوها، حاجه نعرفوها ما نبخلوهاش عليكم. ما تنساوش ديروا لنا دعوه الخير. هكذا ليكيب نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، واللي مازال ما ابوناش يدير ابوني خلي لنا كومونتير. كان معكم مصطفى UK، نتلاقاو في ساعه الخير خوتي. تحياتنا من بريطانيا، السلام عليكم.